السلام عليكم، واتمنى تكونوا بخير في احسن الاحوال. ومرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتكم. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده اللي حبيت نشاركها معكم، اللي هي عباره على غريبه البهله ديال زمان. هنايا غادي نبداو في المقادير وطريقه التحضير. كما كتشوفوا معايا هنايا درت تقريبا 250 غرام ديال الدقيق، وهنايا 80 غرام ديال السكر الخشن، وواحد معلقه صغيره ديال القرفه، ونص معلقه صغيره ديال الزنجبير، وراس المعلقه ديال القرنفل اللي هو حمرناه وطحناه مزيان حتى كيولي عندنا منيل. وهنايا عندنا الجلجلان اللي هو يا مطحون وكيبقى شي شويه مهرش معنا، وجانبا الكاوكاو اللي هو طحنته مزيان حتى كيطلق لنا هذاك الليدام ديالو او الزيت ديالو. انا كنفضل هذه الطريقه هكذايا لان كيعاوننا كنجمعوا به هذاك البهله، وكيكون ناقص لنا شويه في ديك الكميه ديال الزبده اللي غنديروا ولا ديال الزيت، مع انه طلق لنا الزيت ديالو هذا الكاوكاو. ومن بعد هنايا غادا نزيد عليهم خميره كيماويه ديال 8 غرام، وجوج معالق كبار تقريبا ديال الجلجلان اللي هو مازال حبيبات، لان كيجينا ملي كيكون ما مطحونش كنكونوا ناكلوا بديك البهله كيكون يطرطق معنا، كيعطيه واحد اللذه واحد المهم. هنايا كما شفتوا معايا راني درت الخميره الكيماويه. هنايا راه الجلجله اللي قلت لكم حبيبات. صافي هنايا بعد ما درت هاد المكونات كاملين غادا نبدا نخلط فيهم مزيان حتى كيتخلطوا مع بعضياتهم، يعني بحال غادا نمس فيهم بيديا، لان مع هذاك الكاوكاو راه طالق ديجا هذاك الزيت ديالو. وهنايا كما كتشوف معايا غادا ندير الزبده، كيف شفتوا معايا درت تقريبا يعني نص كاس ما عامر، وغادي نزيد عليهم نفس يعني المقدار ديال نص كاس ديال العنبه مع عامر حتى هويا ديال الزيت. وهنايا غادا نبدا نخلط فيهم مزيان وبسسهم مزيان، يعني ضروري انا هذه هي البهله ديال الزمان اللي كنا نديرو، يعني ولا بد ما نبقاو نعلكوا فيها ونخدموا فيها بحال هذا الشكل هكذايا حتى كتولي يعني تجمع معنا. غتشوفوا معايا في الاخير غادي يعني كنديرها على يديا تكون يعني واحد هذا التكستور ديالها كتولي ملسه وتعود تجمع معنا. نتوما كما شفتوا معايا هنايا بدات يعني كتماسك مع بعضياتها وكتطابق مزيان، بدات كتجمع. صافي دابا هنايا راه العجينه ديالي صافي يعني
خفقت مزيان، راها مجموعه كما كتشوفوا نتوما كتعجن. صافي هنايا غادا نبدا نلولب فيها على شكل يعني غريبات هكذايا، يعني كل واحد كيدير الحجم اللي بغا، كبار ولا صغار. انا اكتفيت غير هكذا مويه. صافي هنا راني كملت يعني الغريبات ديالي كاملين، وكتجي مشعله الفران يكون سخون معنا مزيان، ونديروها يعني نشعلو عليها من الفوق حتى كتشقق معنا بحال هذا الشكل هكذايا. هانتوما كي جات مشقه، وكل ما نقولش لكم واحد الريحه طالعه منها، داك القرنفل والكاوكاو والشجلان والقرفه ما نقولش لكم يا سلام. وهنايا انا درت عليها السكر هذاك كلاصي من الفوق، يعني نص درت فيه سكر كلاصي ونص خليته عادي. ونش نقول لكم، نتمنى ان هاد الغريبه عجبتكم، وما تنسونيش ببصمه، ونقول لكم الى اللقاء.